في الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم عن موضوع مهم جدا في الشوب دروينج، هو موضوع الكاتنج اوبتمايزيشن، او ازاي ان انا اوفق القطعيات مع بعض بحيث ان انا في الاخر يطلع لي اقل هالك، وفي نفس الوقت اقدر ان انا ابعت الشيت ده للحداد في الموقع بحيث ان هو يبقى عارف هو يقطع انهي قطعيات مع بعض، واقدر ان انا اواكب الموقع، وان انا لو عندي هدر في حاجه اقدر ان انا استغله. يعني لو عندي قطعيات مثلا اوريدي موجوده في الموقع اقدر استغلها. طيب دي كده واجهه البرنامج اول ما بيتسطب، بقدر ان انا بيبقى مش متعرف اي ماتيريال ولا اي حاجه، فببتدي ان انا اعرف الماتيريال بتاعتي، الماتيريال اللي هي الاقطار اللي انا هستخدمها او الحاجه اللي انا هقول له ابتدي قطع لي منها. تمام. طيب انا هخش من ماتيريال، نشيت، هلاقي الماتيريال التو ماتيريال دول هم اللي متعرفين، الجلاس والبايب، فانا ممكن امسحهم عادي، انا مش محتاجهم، هقول له اوكي، وهمسح دي واقول له اوكي، وهبتدي ان انا اضيف هنا مثلا وليكن ده فاي 10، وهكذا بقى فاي 12، وهكذا بقى. تقدر ان انت تعرف باقي الاقطار كلها من هنا، تقدر تحط له باترن او كلر، يعني عادي ممكن ادي لده لون مثلا بالشكل ده، وبقول له اوكي. تمام. هو هنا كده عرف لي الماتيريال بتاعتي. اللينس هو مقصود بيه ان ده اقصى طول هو يقدر ان هو يقطع لك، يعني انت اطول سيخ عندك قد ايه؟ 10 متر، 12 متر، 6 متر، ايا كان. طبعا هو السوق اقصى حاجه فيه موجوده، الا لو انت هتطلب طلبيه منفصله، هو 12 متر او ده المتعارف عليه. تمام. فانا هقول له هنا 12. طيب اقول له 12 متر ولا اقول له 12000 مللي؟ مش فارقه، على حسب انت بتخرج شغلك من الاي اس دي بانهي وحدات. لو انا مثلا الفايل اللي انا هتكلم عنه هو اوريدي انا بطلع الوحدات بالمتر، فانا اللينس بالنسبه لي هيبقى بالمتر. تمام. فمن هنا هقول له 12 و12. طيب لو انا عايز اضيف حاجه كمان هقول له 12. اوكي. الويتس بقول له 0، مش بيخش معايا في اي حسابات. تمام. الكوانتيتي هنا يعني مجموع الاطوال اللي عندك قد ايه، فاحنا بنحط له رقم كبير، وليكن انا عندي 100000 متر مثلا. لو انا طبعا عندي في الموقع طول معين او عن مجموعه او اطوال معينه، وانا عايز اشيك اذا كنت انا هحتاج ولا لا، بحط الاطوال بالظبط. تمام. في الكوانتيتي. طيب من الماتيريال بقى هبتدي ان انا اقول له الاقطار اللي انا لسه معرفها له. هنا مثلا هقول له فاي 12، وهنا هقول له، طبعا انا لما اعرف باقي الاقطار هبتدي اعرف كل الباقي بنفس الطريقه. تمام. بس انا ما بحتاجش اكتر من كده. ده بالنسبه للستوك اللي عندي. طيب بالنسبه للديماند اللي عندي، ان انا بحط له الحاجه اللي طالعه لي من الاي اس دي. تمام. يعني انا بشوف الاي اس دي اوريدي هو مطلع اطوال قد ايه، وابتدي ان انا اسقط له الداتا دي كلها هنا. طيب لو انا فتحت فايل الاي اس دي بتاعي من التابه دي، ان هو بيبتدي ان هو يصدر لي الجدول ده للاكسل. من هنا هو مختار المين تيبل، هو ده الجدول اللي انا عايز اصدره. من التابه دي بقول له ان انا عايز اكريت جدول للتيبل، كون جدول او كريت جدول عشان اصدره للاكسل. من هنا بقول له كرييت، بيجيب لي الجدول ده كله، بختار التابه دي وبيعمل اكسبورت للاكسل. انا هسيبه وليكن في الفايل ده باسم كاتنج. طيب هو طلع لي الجدول بالشكل ده. تمام. انا عندي هنا الاقطار، البوزيشن والاقطار، وبعد كده السيمبل، نفس الجدول اللي في الاس دي، مفيش فيه اي مشكله. تمام. طيب انا ممكن ابتدي ان انا اخد الاطوال اللي انت عندي طالع بالمتر، فبالتالي انا ظبطت الكاتنج بنفس الطريقه او بنفس الوحدات. تمام. طيب انا هاخد من هنا كل الاطوال اللي عندي، وهروح على برنامج الكاتنج اوبتمايزيشن، وهقول له في اللينس هنا كنترول في. تمام. هو جاب لي كل الاطوال. طيب الكوانتيتي هي السيخ اللي طوله 8 متر ده متكرر كام مره. تمام. هو الديفولت بيخليهم واحد، بس طبعا احنا عايزين التوتال، فاحنا هنفتح الاكسل، ومن قائمه التوتال ببتدي ان انا اخد له برده الاعداد اللي عندي، واروح هنا على قائمه كوانتيتي وبقول له كنترول في. تمام. طيب الماتيريال بتاعتي هي القطر اللي انت بتقطع منه. انا عندي هنا لو فتحنا شيت الاكسل هلاقي ان انا الفايل المستخدمه عندي هنا هي فاي 12. تمام. في كله طبعا انا لو عندي مجموعه اقطار، يعني مثلا انا مصدر للكاميرات او مصدر لسقف فيه ايتين، السفلي مثلا 12 والعلوي 10، فانا من هنا كده هعمل فلتر، وهبتدي ان انا فلتر على القطر اللي انا محتاج. تمام. طيب انا ما عنديش الكيس دي، فانا مش محتاج ان انا اعمل فلتر. تمام. طيب نرجع تاني كاتنج اوبتمايزيشن. ماتيريال من هنا هختار فاي 12 واخدها كوبي، وابتدي ان انا على باقي الخانات كلها احطها كنترول في بالشكل ده. طيب الليبل هو البوزيشن مارك بتاعي، عشان لما اقول له ان انت هتقطع سيخ بوزيشن بتاعه رقم 1 او الليبل بتاعه رقم 1 مع سيخ مثلا البوزيشن بتاعه رقم 4، يبقى هو قادر ان هو يربط الاتنين ببعض. تمام. بنفس الفكره باجي هنا في الليبل واقول له كنترول في. تمام. ومن هنا بقول له ستارت. تمام. هو بيبتدي بقى يحسب كل حاجه. هو عنده اللينس 12 متر، ده القطر بتاعها 12، الكوانتيتي 472، الويست 0. تمام. هو الجرافيك اي دي اللي هو ظاهره هو حاطط لي الطول وحاطط لي الليبل بتاعه. تمام. طبعا انا لو نزلت هنا هو لحد هنا كده تقريبا مفيش هدر. من اول هنا بقى هيبتدي اللون ده هو ده اللي هو ستوك عنده، هو مش قادر ان هو يستخدمه في حاجه، او مش قادر ان هو يوفقه في حاجه. يعني مثلا وليكن ده هو الفاي بتاعته فاي 12، والسيخ طوله 12 متر العادي. تمام. هو استخدم منه 7 متر وفي 5 متر هالك. تمام. ولو علمت على كلمه شو سايز اوف ويست
هيبتدي ان هو يحط لي الطول بتاع الهيليك بتاعي. تمام. طيب كل ده كده تمام. لو رحت على الستاتكس هيبتدي من هنا يطلع لي كل الداتا اللي انا محتاجها. يعني من هنا هو بيقول لي ان انت عندك السيخ طوله 12 متر، الكوانتيتي اللي انت مستخدم قد ايه 1059، والماتيريال فاي 12. تمام. طيب لو رحت له مثلا الخانه دي الستاتكس اوف اتش تايب ماتيريال، الستاتكس بتبتدي ان هي تطلع لي كل حاجه انا استخدمتها. يعني انا استخدمت التوتال يوزد لينس هو 11480، الهالك بالنسبه لي 1228، الطلبيه بتاعتي هتبقى 12780. طيب انا عايز اعرف نسبه الهالك بالنسبه لي كبيره ولا قليله. هبتدي ان انا احسب النسبه دي. انا عندي 1228 على 12708. تمام. النسبه لو ضربت الكلام ده في 100 النسبه طالعه لي 9%. تمام. طيب هي دي نسبه كبيره، بس انا لو رجعت تاني اشوف القطعيات بتاعتي من الجرافيك، يعني انا اقدر اشوف من هنا الهالك بالنسبه لي قد ايه او قطعياتها عامله ازاي. طيب هنا انا عندي في 33 قطعه طولها 1 متر، في 19 قطعه طولها 1 متر، في 31 قطعه طولها 1 متر، في 41 قطعه طولها 1 متر. طيب ال1 متر ده اقدر ان انا استغله في الكراسي، فبالتالي ده يعتبر مش هالك معايا. يعني انا لو استخدمته في كراسي او في سبيسر كاميرات مش هيبقى مهلك معايا حاجه. تمام. لو انا عامل لوحه للكراسي هقدر ان انا ادخل معايا كمان الحسبه دي. طيب ايه تاني القطعيات اللي باقيه هنا عندي 48 قطعه طولها 2 متر، وهكذا بقى 29 و34. لو جمعت كل دول بس في الاخر ده السيخ ده طوله 2 متر، فده اوريدي هيشتغل معايا في الاتجاه التاني او في الدور اللي بعده. هي قطعيه مش ميته بالنسبه لي. نفس القصه القطعيه اللي طولها 3 متر، نفس القصه قطعيه طولها 4 متر، نفس القصه قطعيه طولها 5 متر. كل دي قطعيات تشتغل معايا. يعني 5 متر او 4 متر ممكن يشتغل معايا في اعمده، 3 متر ممكن يشتغل معايا في الاتجاه التاني او في العلوي، ال2 متر نفس الفكره برضه. فبالتالي انا تعتبر النسبه اللي عندي هي حسابيا هي نسبه عاليه، بس انا لو دخلت السقف كله بكل الاتجاهات اكيد النسبه دي هتبقى متغيره، وانا ببتدي ان انا ابص اشوف انا مهلك قطعيات عامله ازاي. طيب لو انا مثلا عندي قطعيه اللي طالعه او مهلكه مش 5 متر، 5 متر 20 مثلا، انا ببتدي برجع تاني للسقف بتاعي وببص هي ال5 متر 20 دي هل انا اقدر ان انا اتحكم فيها او اقدر ان انا اغيرها، ازود طول الوصله شويه، اغير شريحه او الستريب بتاعتي بدل ما هي مثلا 12 و5 متر 40 انا ممكن ان انا اقطعها على 3. فببتدي ان انا ارجع ابص تاني للحسبه دي وابتدي ان انا اللي باخد القرار سواء ان انا مكمل او لا. في العادي بيبقى فيه ترايل مره واثنين وممكن نوصل ل3 كمان، بس انت بتقارن ال3 مرات مثلا او 3 محاولات ببعض وبتشوف انت بالنسبه لك مين اقل واحده مطلعه لك هالك، وبتبتدي ان انت دي اللي انت بتشتغل عليها. تمام. طيب انا لو من هنا قلت له اكسبت، تمام، هو رجع هنا بقى حط لي القطعيات اللي هي مهلكه معايا. يعني انا عندي السيخ اللي طوله 1 متر عندي منه 24 فاي 12، والسيخ اللي طوله 2 متر 171 فاي 12 اللي احنا كنا بنتكلم عليهم هنا دي الهوالك بالنسبه لي. يعني انا لو جمعت الارقام دي هيطلع لي الرقم ده في الاخر اللي هو ال 171. تمام. طيب نفس الكلام ال3 متر وال4 متر وال5 متر دول ان انا اقدر ان انا بقوا معايا في الستوك لما اجي ادخل السقف او الاتجاه اللي بعده هبتدي ان انا هدخل هنا الاطوال بنفس الطريقه وابتدي ان انا استغل دول. يعني دول اقدر ان انا اشغلهم بقى معايا. طبعا انا بعد ما بخلص بقدر ان انا اقول له برنت، تمام، واقول له اوكي. بالشكل ده بيطلع لي في الاخر فايل PDF فيه كل حاجه انا عايزها. تمام. ده كده ملخص سريع للعمليه بتاعه الكاتنج اوبتمايزيشن.